السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طبق كده عشاء حلو خفيف وظريف ولطيف. هو مش خفيف طبعا، ده النهارده هنعمل كبدة زي ما انتم شايفين كده. طبق الكبدة وجنبها بقى طبق المخلل الشطة ده جميل جدا، ورغيفين عيش كده من بتوع الطابونة. بسم الله ما شاء الله، يعني عشوائية كده جميلة جدا. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف هنعمل ازاي طريقة الطبق الكبدة ده. وطبعا انا حاطه فيه بطاطسايه، يا رب تعجبكم، ولو ما عجبتكوش تقدروا تشيلوها خالص، مفيش اي مشكله. يلا بقى، بس حبايب قلبي ما تنسوش اللايك يا جماعه. انتوا ليه بتنسوا تحطوا اللايك؟ يعني بصوا بقى شويه الميه دول مع طبق الكبده. بصراحه يعني الكبده بتبقى حاميه، وقرن الشطه المخلله دي برضو بتبقى حاميه، فلازم بقى شويه تلج كده بشويه ميه زي ما انتم شايفين. دي على فكره الميه ديت من حنفيه يعني. والتلج ده بقى ما شاء الله، بصوا بقى بينعنش كده كانك حاطه سيفن اب زي ما انتم شايفين كده. الف هنا على يعملها وياكلها، والف هنا عليا. ويلا بقى ايه، نشوف هنعمل الطبق ده ازاي. هتجيبي بقى صينيه صغيره زي دي، هتحطي فيها حته الدهنه ديت هتديلها طعم وتست عالي جدا، وتخليها في مكان تاني. لو ما عندكيش حته الدهنه دي تقدري تستغنى عنها، ونحط معلقه سمنه او زبده اللي يريحك. بس حته الدهنه دي هتبقى جميله قوي فيها. تحط معاها شويه زيت علشان الزفاره بتاعه الكبده. طبعا الكبده انا كنت عامله لها محلول ميه وليمون وخل، وصفتها ونزلت بقى على الدهنه زي ما انتم شايفين كده. اول ما بتنزل بتاخد الصدمه بتاعتها، ما بتسربش ميه ولا تسرب مثلا دم. زي ما انتم شايفين كده، ده الخضار اللي هنحطه على الكبده. شوفوا ما شاء الله، في ثواني خدت الصدمه بتاعتها ومسكت في بعض، واللون بتاعها اتغير زي ما انتم شايفين كده. بقى خلاص هنزل بقى بالبصلايه. الخضار ده عباره عن بصلايه، طماطمايه، قرنين شطه، بطاطسايه دي لو لقيتيها غريبه عليكي شويه ممكن تستغنى عنها، مفيش اي مانع خالص. زي ما انتم شايفين كده نزلت بالبصلتين. انا عامه بحب البصل قوي في الاكل، فممكن اكون كترت البصل. لو انت مش عايزه بصلايه كفايه قوي. بعد كده بقى هنزل بالبطاطسايه وزي ما قلت لكم، لو انت مش حباها تقدري تستغنى عنها خالص. زي ما انتم شايفين كده بخرطها خرط صغيره، وكل الخضار اللي معايا خرطه صغير كده. وسريعا سريعا بتتعمل الطبق معانا، وده كان طبق عشاء يا جماعه. قمت اعمله كده وقلت اما اصوره معاكم. ودي الطماطمايه زي ما انتم شايفين، كل الخضار بتاعها خرطته كده زي بعضه. هنزل بقى بالقرنين شطه زي ما انتم شايفين كده برضو، قرنين 3، حراق بارد اللي يعجبك. انت الاكله بتاعتك معاكي وتقدري تتحكمي فيها بالطعم وبالقوام بكل اللي انت عايزاه. هقلب كله في بعضه كده بقى علشان يدوب في بعضه. بعد كده طبعا هنزل بقى بالبهارات، البهارات بتاعتك زي ما انت حابه. انا حطيت ملح، فلفل، كمون، كزبره زي ما انت شايفه كده. ونسيت طبعا احط معلقه توم، لو انت عايزه تحط معلقه توم. انا عندي مهروس طبعا في التلاجة. وعشان نعلي التست اكتر بقى حطيت هنا مكعب مرق الدجاج، وهقلب كله في بعضه زي ما انتم شايفين. مش هتاخد ربع ساعه معاكي، كل ده هيستوي في ثانيه. الميه بتاعته هتنزل يا دوبك ينشف، تكون الكبده بتاعتنا استوت. هتغطي عليها شويه زي ما انتم شايفين، ربع ساعه وبقت كده ما شاء الله كله استوى في بعضه. مجرد ما البصله والبصلايه استوى كده انت الكبده بتاعتك استوت. هدوقها معاكم بقى كده، طعمها يعني بصوا خرافه، طعمها جميل جدا. والبطاطسيه دي بحس انها بتديها طعم، لو انت مش حباها ما تعملهاش. شوفي بقى الصوص بتاعها جميله جدا. دقت كل المكونات بتاعتها عشان اشوفها استوت ولا لا. ما شاء الله هي استوت طبعا، يعني مجرد ما البصلات استوى يبقى هي استوت. زي ما انتم شايفين كده كله استوى مع بعض وبقى جميل. يا دوبك بقى هنغرف كده على الاكل. رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك. وزي ما انتم شايفين كده هبدأ اغرف بقى واكلها بتاكلها بعيش زي ما انت عايزه طبعا، يعني مش هتاكل الا بعيش. خلاص كده ده اخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.